اس اس اس، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، ايوه ايوه. ايوه الصوت شغال، قشطة. ابتدي. السلام عليكم. ايوه انا. ايوه فاكرني. اه، انا بتاع ينتشر ويتوغل. النهارده يا جماعة هنتكلم عن غاندي. اه غاندي، بتاع الهند. ايوه ايوه يا عم، اللي كان معانا في المدرسة ده. بس هو راح الهند وسبق. يا عم انت تعرفني ليه يا عم؟ غاندي ده يا سيدي واحد هندي عاش في الهند، شوف الحكمة. بس هو عاش في الهند ايام الاحتلال البريطاني ليه، وكان من احد الاسباب الرئيسيه في استقلال الهند عن بريطانيا. انت عارف غاندي ده عمل ايه؟ عمل حاجات كتير قوي. ده كان راجل كبير قوي عندهم. ده حتى لدرجه ان المسلمين والهندوس لما اتخانقوا امتنع عن الطعام عشان هم يتصالحوا تاني، وتصالحوا. اما بقى الراجل ده كان عنده حته صحه، مشي اكتر من 200 ميل. اه ميل. يضرب بقى في واحد ستة عشان تحولها لكيلو وما يوجعش دماغك. مشي يا سيدي اكتر من 200 ميل هو وناس كتير قوي عشان يجيبوا ملح من البحر. هتقول لي ليه يعني؟ رياضة؟ اقول لك لا. اقول لك هم مشيوا عشان الحكومة البريطانية غلت الملح على الشعب الهندي هناك. اه، ما هو الملح عندهم زي العيش عندنا احنا كده في مصر. فقال لك ايه بقى؟ ما راحش بقى يكسر ويبهدل ويخبط في البلد. قام عمل مسيرة الملح دي عشان يوصل لاتفاق مع الحكومة البريطانية، والموضوع اتحل في الآخر، على الرغم من بريطانيا هي اللي كانت محتلة الهند. وبرضه في مرة من المرات لما كان قاعد في جنوب أفريقيا، كانت برضه الحكومة البريطانية هناك رافضة حق الهنود في الانتخابات. أما هو عمل إيه بقى؟ برضه ما كسرش ولا بهدل في البلد ولا حرق ولا ولع ولا اتخانق، لكن عمل مسيرة احتجاجية أعلن فيها عن وجهة نظر. وعلى الرغم إن المسيرة دي ما كانش ليها نتائج فورية، وتم حبس العديد من المحتجين وهو اتحكم عليه ب6 سنين سجن، فضل صابر ومتماسك هو واللي حواليه لغاية ما أجبر الحكومة البريطانية على الاعتراف بحق الانتخاب للهنود. شوف بقى يا سيدي عمل ايه أكتر من كده. تخيل انت ممكن تبقى غندي في الهند ولا غندك في مصر، وخلي بالك انت. يلا سلام.